تخيل معايا كافيه بيشتغل بنظام طلب واحد في كل مرة. كل زبون لازم يستنى دوره عشان ياخد طلبه. ده ممكن يخلي الخدمة بطيئة والزباين يفقدوا صبرهم. نفس الفكرة بتحصل في الابليكيشنز لو العمليات كانت بتتنفذ بالتتابع من غير نظام ذكي لإدارتها. ازاي الايفنت لوب بيحسن الأداء؟ لما بنستخدم الجافا سكريبت في المتصفح، الابليكيشن بيحتاج ان هو يتعامل مع مهام مختلفة، زي ان هو يجيب البيانات من السيرفر او يحمل الصور او يشغل عمليات في الخلفية. بدون الايفنت لوب كل عملية هتضطر تستنى اللي قبلها، وده ممكن يسبب فريز في الواجهة، وبالتالي المستخدم يحس ان الموقع بطيء او مش شغال كويس. هنا بيظهر دور الايفنت لوب كحل عبقري بيسمح بتنفيذ المهام بالتوازي من غير ما يوقف الابليكيشن، بحيث ان التطبيق بيفضل سريع ومرن. بدل ما يستنى كل مهمة تخلص، بيسمح بتنفيذ المهام الضرورية فورا وتأجيل اللي مش مستعجلة. بيمنع الفريزنج أثناء العمليات الطويلة، يعني المستخدم بيقدر يتفاعل مع الموقع حتى لو البيانات لسه بتتحمل. بيتعامل بكفاءة مع المهام المتعددة، بيوزن بين الأولويات عشان مفيش مهمة تمنع التانية عن التنفيذ. في المجمل بيحسن تجربة المستخدم. لما المستخدم يضغط على زرار، التطبيق مش لازم يستنى العمليات في الخلفية، الطلب بيتسجل وبيتنفذ بمجرد ما يكون في مساحة. وبالتالي الابليكيشنز اللي بتستخدم الايفنت لوب بتكون اسرع واكثر قدرة على التعامل مع طلبات متعددة في نفس الوقت. الخلاصة ان الايفنت لوب هو المحرك اللي بيخلي الابليكيشنز الحديثة اكثر استجابة وسلاسة.